مصري بيقول. مصري بتقول. حاضر. اخونا معتز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي. ازيك يا فندم؟ ازي صحتك؟ الله يعزك يا ربنا يبارك فيك. والله كان ليا كام تعليق كده على الكلام اللي سمعته النهارده. اتفضل. اول حاجه ان حضرتك بتقول ممكن بس حضرتك تعلي صوتك؟ ايوه، حضرتك بتقول ان احنا حديثي عهد بالديمقراطيه وحديثي عهد بالحريه. نعم. وده طبعا انا مش مقتنع بالكلام ده، لان طبعا دين عمره 1433 لا، انا ما كنتش بتكلم على الدين. احنا يعني انا كنت بتكلم على الواقع الذي نعيشه في ظل النظام السابق والذي قبله. ما هو حضرتك النظام اللي احنا بنعيشه دلوقتي في النظام اللي احنا فيه يعني المسلم دلوقتي يعني عمره كام يعني، او الاسلام عمره كام؟ اذا كان الناس اللي هم موجودين دلوقتي او الاسلاميين اللي موجودين دلوقتي مش قادرين ان هم يحكموا، فده لان هم مش قادرين يستعينوا بكوادر تقدر ان هي طيب، ما اذا حضرتك يا استاذ معتز متفق معايا ان الكوادر لانها غير مدربه، لان المناخ كان مناخ فاسد سلمنا الله واياك، فانتج ان الكوادر ما هياش على الدرجه الكبيره من المسؤوليه. ده اللي انا اقصده. احنا بس جماعه زي الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الاخرى دول اكيد مش عاجزين ان هم يعني لو ما عندهمش هم كوادر يقدروا يستعينوا بناس عاديين برضو، ما احنا كلنا مسلمين. أيوة. يعني يستعينوا بناس برضو مسلمين ويقدروا يستعينوا ويدخلوا ناس معاهم يقدروا يعني حتى يقدروا يحاربوا في مجال الفن، يقدروا يحاربوا في مجال الفن يعني اللي هو الهابط، يقدروا يحاربوا في مجال السياسيين. الحاجات اللي هم ما قدروش ياخدوا فيها كورس او كادر او مفيش خبرة فيها كاملة، مثلا مهارة او خبرة معينة. مبدئيا يستعينوا بناس او ياخدوا ناس يدربوهم. ده احنا بقالنا سنة وكذا. سنة وفترة طويلة. معلش انا يعني هقول كام نقطة كده وحضرتك برد عليا وكده. فطبعا انا بالنسبة لي انا بعتب على حاجة. كنا احنا من الاول خالص كان المفروض الثورة ما كانتش انتهت بعد ما تنحى حسني مبارك. كان المفروض احنا كنا كملنا المشوار ده اكيد، بمعنى ان احنا كان الموضوع في ساعتها كان نقدر ناخد حقوقنا بالشرعية الثورية. انما دلوقتي بعد سنة و4 اشهر او سنة و6 اشهر ما نقدرش نطبق الشرعية الثورية، لان احنا رضينا ان نحاكم حسني الحكم العادي او الحكم المدني. وفي ناس تانية مع انه هو المفروض يتحكم عسكري، ده راجل طول عمره عسكري. ناس تانية مدنيين بيتحكموا عسكري. ما طبقناش الشرعية الثورية. وبعدين بيدخلونا في حاجات كتير. احنا لو مشينا ورا الناس ديت مش هنقدر ان احنا نوصل لحاجة، لان هم هياخدونا وراهم وهيسحبونا وراهم كده بالبلدي. احنا مش لا لجنة دستورية ولا دستور ولا سليمان ولا عمرو موسى ولا الكلام ده. احنا دستورنا موجود بقاله 1433 سنة، القرآن والسنة. يعني احنا دستورنا موجود. عندنا حكماء كتير وعندنا علماء اللهم صل على النبي ما شاء الله. يعني نقدر نحط دستورنا الاسلامي موجود. لجنة 100 ايه و100 واحد ايه وفقهاء مين وحاجات يعني ده احنا دستورنا موجود، ربنا حطه لنا من قديم الازل. احنا كده مش عايزين نكفر باسلامنا. وبعدين الناس دي ما ناخدهمش بسطوق ولا واحدة زي ما حضرتك بتقول، ولا تقول عشان احنا دلوقتي حاليا حديثين او حديثين على الديمقراطية او الحرية. لا، احنا عندنا دين يدينا الخبرة ويدينا كل حاجة احنا نتخيلها. مش انا اللي هقول حضرتك اللي هتقول. كل نواحي الحياة موجودة في الدين طبعا. فانا عايز اقول لحضرتك عشان برضه ما اطولش حضرتك، ممكن يكون حد عايز يتصل. اتفضل. مش عايز اقول لا دستور ولا سليمان ولا عمرو موسى. احنا حكمنا في القرآن وحكمنا في السنة. ومش عايز الناس تقول انا لا اخواني ولا سلفيين، احنا كلنا مسلمين. شرعنا الشريعة، شرعنا الشريعة، شريعة ودين. وبعدين بقى لا امريكا ولا اسرائيل ولا هتعمل لنا الكلام ده ولا الجبنة دول. احنا نروح الميدان والشاطر يبقى يجي لنا هناك. ولا بقى محكمة ادارية ولا محكمة دستورية
المفروض انا حكمي ثوري، والثوري حكم الثوري له شرعيه. فانا بقول لحضرتك انا زي ما انا متوقع، وانا راجل انسان عادي ومسلم عادي، انا يعني انا ممكن اهب نفسي وحياتي للاسلام، ورقمي موجود عندكم لو احتجتوني في اي حاجه. انا ليا خبرات في حاجات كتير، خبرات فنيه، حسابيه، فكريه، كل حاجه، مستعد بدون اي فلوس خالص. ربنا يعزك يا رب وينفع بيك وساعد لان انا على الاسلام، ومتوقع ان الناس دي هتسحبنا وراهم لغايه اما تدخلنا جهنم وراهم. والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب. مش ما بتتبعش الحكم الثوري، لازم حكم ثوري. فاحنا نكون جاهزين في الميدان، لان الايام الجايه دي هيحصل فيها حاجات كتير ويسحبونا وراهم. نجهز في الميدان، واللي حصلش المره اللي فاتت ساعه ما الثوره خلصت ومشينا حسني هنكرره المره دي. لا، نقف في الميدان، عملوا حاجه خلاص يبقى حكم ثوري، وننفذ الحكم الثوري بقى بمعناه، وشريعتنا موجوده ودستورنا موجود وكل حاجه موجوده. جزاك الله خير يا استاذ محمد. لسه لجنه 100 ولا بتاع، عندنا علمائنا، ما عندكوش حد كوادر معينه استعوضوها بكوادر من الشعب العادي، المسلمين برضو طبعا تعرف ربنا. طبعا الدستور موجود عندنا، ديننا وسنتنا وقرآننا، والاخوان والسلفيين يتحدوا مع بعض. انا عارف ان الاختلاف هيتم موجود في كل زمان ومكان، بس نحاول نتفق على حاجات كتير وما نظهرش خلافاتنا قصاد الناس. يعني نحاول الخلافات دي تبقى بيننا وبين بعضينا، وما نشككش في بعض، ونحاول ما نجيبش ضيوف تشكك في ديننا وكده. كفايه القنوات التانية، نحاول نعمل قوانين للقنوات التانية اللي هي بتضلل الناس، وخصوصا في قنوات كتير إباحية موجودة، سلمنا الله وإياك بالاسم، وقنوات تت ومت، نسأل الله السلامة والعافية. يا أستاذ معتز جزاك الله خير. فكرة حضرتك وصلت، وأنا بس عاوز أقول لإخواني عشان إحنا معانا تقريبا وقت قليل قوي عشان نلحق نروح نصلي. يا جماعة، ما أقصده بمسألة حديث عهد بديمقراطية، ممارسة الديمقراطية، ممارسة الحرية. احنا لما كان بيظهر عندنا اي كادر من كوادر، سواء كان سياسة، اقتصاد، علوم، طب، هندسة، اي حاجة، كان للأسف الشديد طالما انه ليه يعني جذور اسلامية كده وليه انتماء اسلامي، بيبقى بيضيق عليه لغاية ما اما يطفش، يا اما يتسجن، يا اما انتوا عارفين. فده المقصود. فالصورة اللي فيها المجتمع كله دي صورة للأسف مهتزة شوية، لكن مع الوقت إن شاء الله تعود لنا الثقة، ونرجع بإذن الله عز وجل على قدم صلب إن شاء الله، نصل به إن شاء الله تبارك وتعالى لما يرضي الله عز وجل. مسألة الوصول يعني ان نستكمل ما كنا بدأناه، الكلام ده حقيقي كان اخونا حازم قاله واحنا متفقين عليه، كان المفروض نكمل، لكن هذا قدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فضل لنا فترة بسيطة قوي كده وصغيرة نعديها ان شاء الله لانتخابات الرئاسة، مع المطالبة بالتعديلات اللي احنا عاوزينها، اللجنة تمشي وتحط ضوابط لعدم التزوير، والفلول دول تتقطع رقابيهم ونبعد عنهم خالص. كمان يعني زي ما قلت لكم كده، لو الحكايه وصلت لحل مجلس الشعب ربنا يستر، الموضوع هيبقى اكبر من كده بكتير. الدستور اللي هو خط احمر ده محدش هينفع يقرب ناحيته، لان مش هينفع ننام في بيوتنا يومها لو اتلعب بشرع ربنا عز وجل وهويتنا الإسلامية. أظن يعني إن مفيش مسلم، لا سلفي ولا إخواني ولا من الصعيد ولا من بحري ولا من إبلي ولا حد هيقعد في بيته، لأن خلاص بقى دينك دينك لحمك دمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني قدرنا نجاوبكم على بعض ما، ونتفضفضوا معانا قدر المستطاع، وتخرجوا ما عندكم، ونكون وسيلة تواصل إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله تكون نافعة. وتسامحوني لو كان هناك من خطأ أو ذلل أو شيء من نقصان، ولا يبقى لنا إلا أن نتواصل بود ومحبة، وإن شاء الله عز وجل نصيحة صادقة كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. يا إخواني، نصل إلى مبتغانا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولا ينبغي لنا أبدا إلا أن نسلك طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا عز وجل: فبما
رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بانتهاج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. وأسأله جل وعلا أن يختار لنا جميعا ولمصر ولسائر بلدان المسلمين وإخواننا في كل مكان ما يصلح به ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا إن شاء الله عز وجل في أمن وأمان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى إن شاء الله عز وجل لقاء قريب في نفس هذا الموعد أو قبله بساعتين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.